حدث غامض في الأجواء أثار الكثير من التساؤلات. طائرة طبية في مهمة خاصة تحاول الهبوط في مطار مراكش الدولي، لكن الرد جاء حاسماً وسريعاً من السلطات المغربية: ممنوع الهبوط. فما الذي كانت تحمله هذه الطائرة وأثار كل هذا القلق؟ التفاصيل بعد الفاصل. أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموجز الإخباري. أمام الرفض المغربي، لم يجد طاقم الرحلة بديلاً من تغيير المسار فوراً نحو الأراضي الإسبانية، وتحديداً صوب مطار غران كناريا، حيث أعلنت السلطات هناك حالة استنفار قصوى لاستقبال الرحلة تحت شروط أمنية وصحية صارمة جداً. السبب وراء هذا الارتباك الجوي هو وجود مريضين على متن الطائرة مصابين بفيروس هانتا القاتل، وأحدهما طبيب السفينة. تم إجلاؤهما من السفينة MV هونديوس، والطائرة التي كانت متجهة بهما نحو هولندا واجهت مشكلة تقنية خطيرة في إحدى حجرات العزل الخاصة بأحد المصابين أثناء الطيران، وهو ما جعل الهبوط في أقرب مطار ضرورة قصوى لإصلاح العطل وتفادي كارثة صحية. وفي مطار غران كناريا استغرقت العملية أكثر من 7 ساعات من الإجراءات الاستثنائية. طواقم تقنية وطبية عملت بدقة متناهية لإصلاح حجرة العزل وتأمين الطائرة لضمان استكمال الرحلة في ظروف تمنع تسرب الفيروس أو انتقال العدوى. جدير بالذكر أن هذا الاستنفار يأتي بعد تقارير مرعبة عن تسجيل إصابات بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، وهي الحادثة التي تسببت للأسف في تسجيل 3 وفيات حتى الآن، مما جعل المطارات في حالة ترقب شديد لأي طارئ صحي. نشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.